السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من برنامج أعرف عدوك. الحلقة التانية من لغز موقعات الجمل اللي احنا نفسنا نعرف حل اللغز. الوقت الصورة دي بعد خطاب الرئيس يوم 2 فبراير 2011 بدأت الناس أو الشعب كله يكون فايق وبيظهر انه بيحب الرئيس محمد حسني مبارك وبيأيده للانتقالة السلمية بعد 6 شهور. دلوقتي هندخل نشوف الكليب ده واللي بعده، وهظهر لكم مين اللي ورا موقعات الجمال. بس ندخل على الكليب ونشوف ايه اللي بيحصل واحنا مع بعض. ندخل بقى نشوف الكليب. Il povero Talat Harb gli dà le spalle allora. بعد ما انتوا شفتوا طبعا المقطع البسيط ده لتأييد الرئيس محمد حسني مبارك يوم 2 فبراير بعد الخطاب، كان لسه في قلة، كان على على الصبح. هنتكلم دلوقتي اللي ورا موقعات الجمل بسبب ان الناس والشعب كانوا مع الرئيس وعايزين انتقالة سلمية غير الفوضى نهائي. الشخص ده تبع جمعية التغييرية للبرادعي. طبعا هتشوفوا الاتفاق اللي بدأ من أول ما هم شافوا الناس بدأت في ميدان طلعت حرب، واخدين شقة قدام ميدان طلعت حرب وشايفين كل حاجة قدامهم. ما تيجي نشوف بقى الكليب وانتوا هتعرفوا مين اللي ورا موقعات الجمل واعرف عدوك. ندخل بقى على الكليب. أول شيء اسمك ومنصبك حاليا. جليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير. أول شيء اسمك ومنصبك حاليا. جليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير. في كل الأحوال هذا الموقف تجاوزناه بشدة ووضوح، حيث شكل البرلمان الشعبي لجنة 10 أشخاص قابلة للقيادة في كل الأحوال هذا الموقف تجاوزناه بشدة ووضوح، حيث شكل البرلمان الشعبي لجنة 10 أشخاص قابلة للقيادة Mi fa piacere stare assieme, però capisco che mi fa piacere stare assieme, però capisco che كده انتوا عرفتوا مين ورا موقعات الجمل وايه الاتفاقيات. الشقة اخدنا في ميدان طلعت حرب، شايفين ان الشعب قرب ينزل يأيد الرئيس وكل حاجة هتبوظ عليهم. بدأوا يحرضوا ويتفقوا. طبعا انتوا اكيد عارفين الاسماء كلها والصور اللي قدام كلها ظهرت، وشفتوا اللي جوه الشقة في اجانب ويهود وفي كل حاجة. ما تيجي بقى ندخل نشوف الناس اللي كانت رايحة تأيد الرئيس عاملين ازاي، اللي كانوا الاعلام مش راضي يجيبهم، اللي هو من ضمن التمويل الامريكي ومن ضمن المحرضين اللي مش راضي يظهر الحق. ونيجي نشوف الناس قبل ما تروح يحصل اشتباك. تعال نشوف، ندخل نشوف الكليبات.
مصر لا اي حد يقول كلمه غلط على مصر. مش عايزين الراجل اللي ماسك البلد ده مسكها 30 سنه. دي مهزله اللي احنا بنشوفها على الجزيره دي مهزله، مش هو ده اللي بيحصل. هو ده السبب اللي نزلنا احنا بنقوله. هل البرادعي سايب مصر بقاله قد ايه وجاي يحتل البلد ليه؟ ولا ايمن نور ولا اي حد يعرف يمشي البلد دي زي حسني مبارك. الرئيس محدش يعرف يمشي البلد دي غير حسني مبارك. احنا نأيده الدورة احنا بنقول ايه؟ حسني مبارك 30 سنة ماسك الدولة، 30 سنة ماسك الدولة، وانا بعلنها بنقول حسني مبارك. الشعب المصري ده كله 85 مليون بيأيدوا حسني مبارك، اكتر من كده مفيش. ولا برادعي ولا ايمن نور ولا اي حد من الخطافه الحراميه، لا ولا الاخوان ولا اي مله تقدر تخش البلد دي وتحتلها. زي الاردن، زي البلاد اللي حصل فيها خراب. الناس الشعب ده مش فاهم. احنا بنتكلم احنا كده هنرجع 100 سنه ورا. اللي احنا بنقوله ان احنا مش عايزين خراب، مش عايزينها تربح حرب اهليه. حرب اهليه مش هتنفع. احنا بنتكلم تدي وتكلم الناس. 80 مليون عايزين حسني مبارك. الناس عنده هتخلى عنه هو ما يتخلاش عننا. هو لو زي غيره من زعماء العرب مع الاصلاحات اللي هو هيعمل الكلام اللي هو كويس. يا جماعه ده بيتكلم كويس. احنا عايزين البلد ترجع في امان زي الاول. مش ناس تيجي من بره من العملاء بتاعت امريكا تيجي تحكمنا زي الاول. الرئيس دوت احنا في 3 بالليل في الجمهوريه دي تمشي، في بره في امريكا ما تعرفش تمشي في الساعه 8 بالليل. احنا خدنا المركز الاول في الامان وهنفضل مصر بعون الله. ولا امريكا ولا بريطانيا انتم ولا اي بلد في العالم هتقدر على مصر. لو سمحت والله حسني مبارك حسني مبارك العربيه في مصر، القناه العربيه خربتنا. يا جماعه القناه العربيه مش عايزين الجزيره. Berlusconi is very good man and he is popular and he is friend to Mubarak is very good man and he is popular وحمى مصر من الحرب. No war in the Mubarak. تونس النهارده لما مشي الرئيس بتاعهم هم جابوا اي رئيس كان ينتخبوه من غير رئيس. سايبه عايزيننا احنا نبقى زيهم. وعلى فكره برلسكوني بيحترم الرئيس. ايطاليه ولا برلسكوني وكالة الأنباء الإيطالية. برلسكوني مش راي وكالة الأنباء. ايوه كده يعني. برلسكوني بيحترم الرئيس مبارك. لو مبارك مش راجل محترم برلسكوني مش هيحترم. بنحبه كلنا نازلين وكلنا بنقول وكلنا من غيره ولا حاجه، وده رئيسنا وابونا وكل حاجه في الدنيا وهنفديه بحياتنا كلنا. شو اسمك؟ اسمي سوزان. شو بتشتغلي؟ انا مدرسه. وليش اليوم انت موجودة بالشارع؟ انا موجوده ليه؟ لان عايز احافظ على بلدي. مين اللي عايز يعمل فينا كده؟ مين؟ ما ترد عليا حضرتك. مش احنا عشنا 30 سنه في امان، والراجل ده حمانا بره وجوه وهيتنه يحمينا وما شفناش منه حاجه وحشه. اذا كان الناس اللي وراه كانوا وحشين ده شيء تاني، لكن هو انسان قائد طول حياته قائد وهيتنه قائد وهيموت في ارض مصر وهنحميه وهيعيش هنا وهيموت هنا. وده ابونا مصريين حضرتك القنوات العربيه تطلع تجيب الرئيس. احنا لو سمحت يا استاذ إذا بتحكوا حضرتك انا بقالي 4 ايام بقعد قدام التلفزيون للساعه 5 الصبح. القناه العربيه تجيب الرئيس بتاعنا هتلر. احنا حسني اللي ربانا وطلعنا لغايه النهارده رجاله. هتلر بياخدوا فلوس. الفنانه الكلبه الزبده الكلبه الفنانه تيسير فهمي طلعت تقول حسني بالجزمه يرحل. هي اللي طلع مش عايزينها. هي
احنا عايزين انا عايز حاجه ثانيه. هو ابونا. انا عايز اعرف الناس اللي في التحرير اللي متظاهره من يوم الثلاث لغايه النهارده بياكلوا ويشربوا منين؟ يا ريت يردوا علينا، يقول مين اللي بيجيب لهم الاكل؟ مين بيجيب لهم الشرب؟ مين اللي بيديهم ال 50 جنيه؟ منين؟ مين اللي بيمولهم عشان خراب مصر؟ ما ده اللي احنا عايزين نعرفه، ده اللي احنا عايزين نعرفه. انا بايت هنا من يوم الجمعه ما حدش بيمولني. اول امبارح كان في بطاطين، اول امبارح كان في وجاي اخدهم عشان اول امبارح كان في بطاطين بتتكلم. ده اللي احنا عايزين نعرفه، مين اللي بيمول الناس؟ ولا الغلط؟ اللي احنا كده وصلنا، احنا خدنا اللي احنا عايزينه. بس نروح بقى انا عايز اؤكد ان احنا شعب على قدر عالي جدا من الوعي. اللي حصل يوم الجمعه اللي فات احنا كنا وقفنا مع الناس لما كانت لهم مطالب بس بشكل منطقي وعقلاني. النهارده بعد ما يطلع رمز الدوله صح يقول هذه الاصلاحات، من الواجب ان احنا نحترم ده. صح. الراجل طلع واتكلم، صاحب تاريخ، صاحب مبدأ، صاحب هدف، بطل. كان من الممكن يا جماعه ان هو يسيبها تخرب وتمشي. زي بن علي جدا، كان سهل جدا. زي بن علي رئيس تونس، زي ما سابها وهرب. لا احنا عندنا رأي. بص هو هيطلع ايوه كرمز للدوله، ايوه، وكرمز للقانون، وكرمز للمؤسسه العسكريه. راجل على راس كل المصريين طبعا. هو اجبر على تغيير على وجود الاصلاحات. هو اجبر بوجود الناس اللي في التحرير. الناس اللي في التحرير دي يا جماعه ما تستاهلش منكم ان انتوا. لا اقول لك حاجه، ما قلناش تستاهل. انا اقول لحضرتك حاجه في الشارع عشان بميدان التحرير موجودين. تمام. انتوا قابلكم يروحوا ميدان التحرير انتوا كمان. احنا نطلع ميدان التحرير احنا كمان، لان احنا مع الصح. انت لما يجي ابوك اولا يخاطبك تمام، يبقى انت تحترم ابوك، انما ما تضربش ابوك. حسني مبارك ده ابونا، ماشي، ده ابونا نحترمه. غير اللي احنا عايزينه وعمل اللي احنا عايزينه وغير الدستور وبيعمل كل اللي احنا عايزينه. يبقى عايزين ايه تاني؟ يسيبوا الدولة ويهرب وتبقى محتلال ويخشوا يحتلونا تاني. احنا عندنا 100 حزب زي العراق. الناس اللي قاعده دي كلها هتاكل منين وتشرب منين؟ تونس انا جاي لي طفل من الوزاره السابقه هجيبها، هتيجي ازاي؟ معيش فلوس. انت شو اسمك؟ فاخر. قد ايه عمرك؟ 31. شو بتشتغل؟ شغال في محل مفروشات. ليش اليوم نزلت بالشارع؟ ليش؟ انا عايز الرئيس، عايز حسني مبارك، هو احسن واحد في مصر. وليش شو رايك؟ ليش هو طيب وكويس؟ مين؟ انت راجل طيب. تبع ايه؟ سيبه تبع ايه؟ استنى بس يا ابني، تبع ايه؟ انا صحافي ايطالي. صاحبي تبع ايه؟ ايطالي، وكالة الانباء الايطالية. ايطالي ما تصورش في مصر. استنى بس يا ابني، تبع ايه؟ انا صحافي ايطالي. صاحبي تبع ايه؟ ايطالي، وكالة الانباء الايطالية. ايطالي ما تصورش في مصر. كده انتوا شفتم الاعلام كان مش راضي يظهر خالص حب الناس للرئيس محمد حسني مبارك، وكده فهمتم مين اللي ورا موقعته. بكره باذن الله هنكمل، انتظرونا وانتظروا باقي الحلقات. برضو لغز موقعة الجمل وايه حصل بعد كده والاشتباكات. طبعا اللي بيصور كل الحاجات ده ايطالي، لان مصر كانت مفتوحة لكل الغرب، بس الرجالة طبعا رافضين ان يكون في اجنبي بيصورنا، وده الصح. طبعا تحياتي ليهم، مش زي اي حد او زي ميدان التحرير او زي اي حد يصور ويقول حقوق انسان او مش حقوق انسان. القاكم غدا باذن الله، والحلقه الثالثه باذن الله بكره برضو. استنونا، انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bye.